السافنا قال قضية ما في مصلحة. قال شهيد ما في. قال شهيد ما في. وقال الكلام ده ليه؟ لأنه زول فاهم إنه ما في قرار طلع صادر حواكر قبيلة، ما في قرار طلع نزع بيت زول، ما في قرار طلع نزع زرع زول، ما في زول شالوا وطاته عشان انت تكون مت من أجل الأرض. وعارف إنه ما في قرار طلع أباح عروض عشان زول يقول يا أخي والله الناس دي أباحوا عروضنا وانتهكوها ونحن استشهدنا من أجل العرض. عارف السافنة ما في قرار زي ده. وعارف إنه ما في قرار طلع منع الناس من دينهم عشان تقول انا من اجل الدين استشهدت. ثلاثة حاجات دي ما في. يعني الحرب دي لما قامت لا في زول قلع حاكورتك شال ارضك، لا في زول اباح عرضك، ولا في زول منعك من دينك. شعائرك الاسلاميه ان كانت المسيحيه دينك ما في زول هبشه، وارضك ما في زول هبشه، وعرضك ما في زول هبشه. وانت شهيد من اجل شنو يعني؟ من اجل شنو؟ سافرنا قال ما في شهيد، قال في مصلحه ما في قضيه. قضيتك مع منو؟ الحرب لما قامت الجيش مشى مناطقه قيادته ومحلاته، وانت طلعت من محلاتك جيت قعدت بيوت المواطنين استنفروا حاربوك. كان في شهيد المواطن القطع اللي انت قلعت بيته عنده 360 متر في مدرمان جيت قعدت فيها، ده ممكن يكون شهيد. الجيش في اراضي دخلت له في المدرعات، دخلت له في القياده، دخلت له فين شهيد. لكن انت مالك؟ منعوك من الصلاه بتشاهد تبقى شهيد في الدين؟ في زول سالك في دينك؟ حاكورتك دي في قبيله هسه الدوله ما اتقلعت حاكورتها. عرضك ده طلع قرار من قاضي من نيابه اباحوه، قالوا خلاص جاء عرض القبيله الفلانيه ده ينتهك. شهيد كيف؟ سافن